السلام عليكم ورحمة الله، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. أنا سمر من مطبخ وصفات سمر حسين ودي قناتي. لو لسه مش مشتركة في القناة انزلي واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. وما ننساش الدعاء طبعا لأهلنا في غزة، ربنا يا رب ينصرهم نصرا يتعجب من أهل السماوات والأرض. كل سنة وأنتم طيبين وعيد أضحى مبارك عليكم. طبعا في عيد الأضحى يعني عيد اللحمة، وأول يوم في عيد الأضحى إحنا بنعمل الفتة بالخل والثوم. هتعمليها النهارده بطعم مختلف وبنكهة مختلفة، بس تابعي الفيديو للنهاية. عندي معلقتين كبار من الزيت، عليهم معلقة كبيرة من السمن البلدي. طبعا السمن البلدي مع التحمير بتاع اللحمة بيدي طعم حلو جدا. طبعا هنزل أكون غاسلة اللحمة كويس جدا وهنزل بيها على الخليط الدهن ده. طبعا احنا مش هنسويها، ولكن احنا عايزين ندي لون حلو للحمة. الخطوة دي بتفرق في طعم المرقة، بتدي طعم حلو جدا خاصة السمن البلدي. أول ما تاخد لون، يعني لون خفيف كده حلو مش تحمير بالكامل، هابتدي أنزل عليهم بالمَيّة. ال اللحمة بتاعة العيد يا جماعة مش بتبقى حمرا بالكامل، بتبقى حمرا فيها نسبة من الدهن. طبعًا لو أنتِ مش بتحبي اللحمة اللي فيها نسبة دهن أو كده أو بتعملي دايت، اختاري اللحمة الحمرا، ولكن مش هتديكِ مرقة حلوة ولا دسمة. هانزل بورق اللورا وملح وفلفل وتوابل لحمة، وابتدي أقلبهم كويس كده ياخدوا ريحة مع اللحمة. وعندي بصلتين بحجم صغير، طماطمية متقطعة على 4. وبعد كده هانزل بالمَيّة. طبعًا المَيّة هنا لغاية اللحمة ما تستوي، يعني أنا هنا ضِفت لترين من المَيّة. وبعد كده حطيت الملح. لو أنتِ عايزة اللحمة تستوي بسرعة خلّي الملح آخر حاجة، بس أنا عشان باحب اللحمة تتشرّب كويس جدًا وتبقى طعمها الملح باين فيها من جوّه ومن برّه، أنا باحطها من الأول وباسيبها على نار هادية وتستوي براحتها. ولو مستعجلة عليها أوي ممكن باحطها في حلة ضغط. طبعًا سِبتها هنا تستوي براحتها، تعالوا نحضّر مع بعض الرز بتاع الفتة. عندي حلة فيها زيت نزلت عليها ب3 كوبايات من الرز المصري بتاعنا. هابتدي أقلّبها لغاية ما ياخد لون دهبي فاتح. افضلي قلّبي كده لغاية ما تاخدي شايفين اللون الدهبي ده خطير. علشان يطلع الرز بتاع الفتة مفلفل معاكِ لازم ياخد تحميصة حلوة، وطبعًا ما يبقاش لونه غامق، لازم يبقى اللون بتاعه دهبي ولونه حلو. نزلت هنا بالمرقة بتاعة اللحمة، طبعًا هي لسه اللحمة ما استوتش فأنا أخدت منها المرقة. هانزل بالمرقة المرقة يا دوب بس بتبقى فوق مستوى الرز بحاجة بسيطة، يعني مش بنملى بزيادة عشان الرز ما يعجنش معانا بزيادة. أو ممكن 3 كوبايات رز قصادهم 3 كوبايات من المرقة. وطبعًا بنغطي عليه لغاية ما بنسيبه يتشرب. أول ما بيبقبق معانا كده بنوطّي عليه البوتاجاز، وبعد كده بنسيبه يستوي براحته. طبعًا تعالوا نعمل اللي هي دقة الخل والثوم. عندي معلقة كبيرة من الثوم المفروم ناعم، معلقة كبيرة من الثوم المفروم الناعم. أنا هاقلّبها كويس جدًا لغاية ما تاخد لون دهبي حلو. وبعد كده هانزل عليهم بالطماطم. تقدري الطماطم تكون فريش وطازة، أو ممكن تستخدمي صلصة طماطم أنتِ عاملاها، أو معجون صلصة، بس الأفضل هي صلصة الطماطم اللي أنتِ عاملاها في البيت. أنا هنا استخدمت طماطم فريش. دي عندي بعد ما أخدت لون نزلت بس غمّقت شوية لون التومة، علشان لمّا بانزل عليها بالخل لونها بيفتح زي ما أنتم شايفين كده. بعد التومة ما أخدت لون أنا نزلت بربع فنجان من الخل. وبعد كده نزلت عليهم بكيلو من الطماطم، لإني فتة يعني دقة كتير. عندي ملح وفلفل ومعلقة صغيرة من السكر، وهابتدي أقلّب كويس جدًا وبعد كده أسيبها لغاية ما تتسبك تمامًا. شايفين أنا خدت نُص معلقة كبيرة من التوم الني، دي بتنقل طعم الطماطم في حتة تانية خالص. نسيب الطماطم تتسبك وبعد كده نحضّر العيش مع بعض. عندي عيش مصري هنا، تقدري تستخدمي العيش، يعني كل واحدة تستخدم العيش اللي هي بتستخدمه في الدولة بتاعتها. بنقطّعه لشرايح رفيّعة علشان خاطر هندخّله الفرن ونحمّصه كويس. الخطوة دي بتفرق في طعم الفتة جدًا، بتخلّي العيش ما يبقاش معجّن معانا، لإن هو طري ولمّا بانزل عليه بالمرقة سخنة، فبتخلّي العيش يعجّن معانا. لكن الخطوة دي بتدّي طعم حلو جدًا للفتة، وكمان بتخلّي طعم ال ال العيش متحمّص مع السمنة، بيبقى الطعم رهيب يا جماعة، لازم تجرّبوا الخطوة دي حلوة جدًا، جدًا. أنا خلّصت كل الكمية دي، هانزل عليهم بربع فنجان من الزيت وعليهم معلقة كبيرة من السمنة، وبادخّلهم الفرن يتحمّص تحميصة حلوة جدًا.
لغاية ما تاخد اللون الدهبي. معلش المقطع بتاع الدهون اللي أنا ضفتها للعيش ما تصورش. هنزل بيهم بقى في صينية في قالب حسب ما انت عايزة تقدمي الطاجن بتاعك في أي حاجة. هبتدي بقى هنا علشان أحمر اللحمة. أنا حطيت معلقتين كبار من الزيت وعليهم نص معلقة من السمن البلدي. أنا عارفة إن احنا استخدمنا السمن البلدي كتير، ولكن هو عيد الأضحى كده بقى بيبقى كله دهون، لذلك بقى أصحاب الدايت يركنوا على جنب. هننزل بقى باللحمة علشان نحمرها ونديها لون ذهبي حلو. يا دوب تقليبة كده في خليط السمنة والزيت علشان خاطر تفضل معانا طرية وما تنشفش، يا دوب تحميرة خفيفة كده. ومعلومة يا جماعة، أنا ما استخدمتش غير 3 معالق سمنة بس اللي استخدمتهم في الفتة كلها، ما استخدمتش سمن كتير، ولكن علشان بس ما حدش في الكومنتات يقول لي نسبة السمن كتيرة. أولا هو يعني سبحان الله الفتة هي بتتعمل بالطريقة دي. طبعا لو انتوا عندكم طريقة تانية بتعملوها بيها يا ريت تبلغوني بيها في الكومنتات، ولو ما جربتوش الطريقة دي يبقى فايتكم كتير، لازم تجربوا الطريقة دي. طبعا عندي المرقة هنا بعد ما اللحمة استوت، وشايفين لونها علشان خاطر الطماطم اللي احنا حطيناها لونها خطير، وطبعا عشان بس الحلة لونها غامق فهي مش باينة معانا كويس. طبعا شايفين اللون التحميص بتاع العيش خطير ورهيب. هحط المرقة على قد ما تتشرب العيش، ما نحاولش نكتر مرقة كتير علشان العيش ما يعجنش معانا. احنا عايزين تشرب من المرقة وفي نفس الوقت يبقى طعم قرمشة العيش باين معاكي انتي وبتاكلي. بعد كده هنزل بطبقة من الرز. شايفين الرز مفلفل كده وجميل، والريحة والله يا جماعة مش عايزة أقول لكم هي جايبة آخر الشارع، مش يعني مش مالية البيت وبس، لأ جايبة آخر الشارع. هبتدي أنزل كمان عليهم بتاع الدقة بتاعة الطماطم اللي احنا عاملينها. تقدري تكتري تقللي حسب ما انتي بتحبيها عليها ايه، أنا مش عارفة. طبعا آخر حاجة طبقة اللحمة، وده الشكل التزييني. لو انت بقى حابة تحطي مكسرات من فوق، حابة تحطي أي خطوات تاني يبقى تمام. طبعا الشكل بيتكلم عن نفسه، الطعم رهيب فوق ما تتخيل. أنا ضفت هنا كبشتين من المرقة. تمام، أنا حسيت هنا خلاص شربت المرقة اللي فيها فضفت لها مغرفتين بس مش أكتر. لو كنتِ بقى وصلتِ معايا لنهاية الفيديو يبقى أنتِ كده شُفتِ الخطوات كاملة وهتروحي تجربي الوصفة. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. سلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين.